يناشد بوتفليقة التكفل بوضعه الصحي. لا كرامة لنبي في قومه. كيف لا نحس بهذه العبارة؟ كيف لا نقف على وجعها ونحن نتابع طريقة توديع الجزائريين للعلامة الكبير وآخر تلاميذ الشيخ بن باديس محمد لكحل شرفاء. الشيخ محمد لكحل يوارى الثرى في جنازة مهيبة حضرها زرهوني وجب الله وبن فليس، وغاب عنها وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى. هذا الأخير برر غيابه بإشرافه على اجتماع تقني لتحضير موسم الحج. رب عذر أقبح من ذنب. ربما كان الوزير منشغلا بلقاء آخر. عندما التقينا بمن يمثل هذه الجالية وقلنا لهم إذا أردتم أن يقبلكم الجزائريون فارفعوا نداء ضد ما يحصل لإخواننا الفلسطينيين في غزة. لا مشكلة، الأخطر فيما سيأتي. دعني أقول لك بأن الدولة الإسرائيلية، الدولة أي دولة معالي الوزير؟ دعني أقول لك بأن الدولة الإسرائيلية، لا توجد دولة إسرائيلية في مفهوم الجزائريين وفي قاموس الجزائريين والمسلمين والعرب، وأن يصدر هذا الخطأ من وزير الشؤون الدينية فهو خطأ عظيم وكارثي. كيف يحضر محمد عيسى جنازة عالم كبير وهو المنشغل بفرض رقابة جديدة على التلفزيونات؟ كيف يحضر محمد عيسى جنازة الشيخ محمد لكحل وهو منشغل بالتعديل الحكومي؟ وما إذا كان سيستمر في منصبه أو لا؟ من أين يأتي محمد عيسى بالوقت وهو المهموم بإنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف وبتقديم تطمينات للعالم أجمع أن الجزائر ليست بلد المسلمين وحدهم بل بلد اليهود والمسيحيين أيضا، دون أن يطلب منه أحد ذلك؟ لا كرامة لنبي في قومه. كيف لا نتذكر هذه العبارة ونحن نشاهد آسيا جبار الأديبة التي تردد اسمها طويلا في قوائم المرشحين لأكبر جائزة في الآداب لا تعثر على تاريخ ولا شهادة مكتوبة لميلادها. أي وطن هذا الذي لا يعرف تاريخ ميلاد كتابه؟ أي وطن هذا الذي تشحن السلطة القائمة فيه جثمان كاتبة معروفة في رحلة تجارية ثم تخصص طائرة رئاسية لممثل فرنسي لا علاقة له بنا سوى حفنة تراب ضمت جثمان والده من قبل؟ بوتفليقة يضع طائرته الرئاسية تحت تصرف عائلة الممثل رجي حنين. صحيح أن الخبر تم نفيه سريعا بعدما أخذ بعدا واسعا من النقد الشديد والهجوم الحاد، لكن لا دخان بلا نار، لا دخان بلا نار. والواقع أننا لا نحزن لحال آسيا جبار وحدها بل لعشرات الجزائريين الذين ينتظرون نقل جثمان أبنائهم لدفنها بالجزائر. هذا المواطن المغترب الذي يبقى في الثلاجات بالأشهر حتى يتمكن أهله من جمع المال لينقل بالكيلو. ومن الجزائريين من أحرقت جثته لأنهم عجزوا عن دفع التكاليف. لا كرامة لنبي في قومه. ألم يقل الشاعر يا أصدقاء الراحل البعيد لا تسألوا متى يعود، لا تسألوا كثيرا بل اسألوا متى يستيقظ الرجال.